بريوشة بيتنا. أنا كبرت على هذه الوصفة. أتذكر أمي كانت تسويها بزوارة العيد والكل كان يثني عليها، واليوم كبرت وسويتها بطريقتي. استخدمت بالوصفة شاورما دياي الديرة بالتعاون مع الشيف لولو التناك. اللي يميز هذه الشاورما إنها متبلة وخالصة، ما تحتاجين تغسلين ولا تنظفين ولا تتبلين. يلا مع بعض نشوف الطريقة. في جدر على نار متوسطة نضيف بزيت الزيتون، بعدها شرايح البصل نقلبها لين تذبل، بعدها نضيف الثوم لين تطلع ريحته، نضيف شاورما دياي الديرة ونقلبه لين يوصل لنص استوى ويوصل لهذه المرحلة. بعدها راح نضيف علبة كاملة من الذرة الحلوة. هذه الخطوة تقدرون تستغنون عنها إذا ما تحبون. نضيف شوية بابريكا وملح وملعقتين من الجبن السايل وعلبة كاملة من كريمة الطبخ، نخليه يتسبك لين يوصل لهذه القوام. بعدها ناخذ بريوشة في صحن التقديم نحطها ونفرد المايونيز مخلوط مع الرانش بهذا الشكل بس على الشريحة الأولى. بعدها نضيف خلطة الدياي كاملة على البريوشة كاملة. نضيف الجبن المبشور أي نوع أنتوا تحبون، لا تكثرون لأن راح نحط على الوجه. بعد ناخذ النص الثاني ونغطي فيه البريوشة. بعدها ناخذ المتبقي من الكريمة نضيفه على السطح. نضيف طبقة ثانية من الجبن على الوجه. بعدها نضيف بهارات إيطالية أي نوع عندكم وتقدرون تستغنون عن هذه الخطوة. بعدها ندخلها الفرن لمدة 15 دقيقة من الأسفل ومن فوق لين تتحمر. وبكذي صارت بريوشة بيتنا جاهزة للتقديم. جربوها، وايد راح تعجبكم، وايد لذيذة. الشاورما المتبلة من دياي الديرة وايد اختصرت علي الوقت وسهلت علي الوصفة. أتمنى تطبقونها وتعطوني رأيكم. جربوها وعليكم بألف عافية.